تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعن آل بيته الطاهرين، وعن كل من سار سيره واقتفى آثاره إلى يوم الدين، وعنا معهم بحبنا الأنبياء الأكرمين. ثم أما بعد، معاشر الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وامتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا دائما في هذا الشهر العظيم من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لازلنا مع قصة أعظم كتاب، قصة القرآن الكريم، منذ بدايتها الأولى إلى المرحلة التي توقفنا إزاءها، ولا زال بعد هذه المحطة محطات أخرى التي عنوناها بمعنى القرآن الكريم سؤالا وجوابا. في كل حلقة نطرح سؤالا يتناول مرحلة من مراحل مسيرة القرآن الحضارية، منذ أن نزل على أطهر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلنا اليوم ونقرأه في صلواتنا وفي خلواتنا في الطاغوت وفي غير ذلك. هذه المسيرة الطويلة العميقة المليئة بالأحداث والمليئة بالعلوم وبالحكم تحتاج منا إلى وقفات حتى نصحح بعض المفاهيم ونجلي بعض الغموض عن بعض المسائل التي تتعلق كما قلت بدستور الحياة لهذا الكتاب الذي نأسف أن يتركه المسلمون وهو في أمس الحاجة إليه اليوم وراءهم ظهرية. وهذا الكتاب الذي أصبح به الأوائل والأولين من هذه الأمة عجيب أن يعجز هو عن إصلاح هذه الأمة، وإنما الخلل ليس في الكتاب وإنما في الذين يتعاملون مع هذا الكتاب. لأجل هذا وذاك وغيره نريد أيها الأحباب أن نتناول الحديث أيضا عن قصة القرآن، لنجيب اليوم إن شاء الله عن السؤال ذي الشقين الذي طرحناه في ختام جلسة البارحة، وهو: لماذا لم يجمع القرآن الكريم في عهده صلى الله عليه وسلم؟ والشق الثاني: لماذا لم ينزل القرآن الكريم جملة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من ليالي رمضان كما نزل في الكتب السابقة؟ فنبدأ بالسؤال الأول: لماذا لم يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد كالذي بين أيدينا في عهده صلى الله عليه وسلم، مع أنه جمع بعد ذلك كما سنرى؟ والإجابة عن هذا السؤال بسيطة، لأن السؤال في حد ذاته ما كان ينبغي أن يطرح، لكن لا بأس حتى نعمم الفائدة. أول شيء، لما كان القرآن ينزل لم يكن يتصرف أمين وحي القرآن عليه يعني في الأرض وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال الوحي. بمعنى لو نزل من السماء من القرآن بواسطة جبريل آية تأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو تأمر الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم بأن يجمع كله في مصحف لتم ذلك، لكن بما أن القرآن لم يأمرهم بذلك فكانوا وقافين عند أوامر الله عز وجل. ثانيا، لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة حتى يجمع في كتاب واحد، وإنما نزل خلال 23 سنة، فيستحيل أن نجمع جزءا من مثلا القرآن المكي في مصحف ثم القرآن المدني في مصحف أخلاق. قلت في حلقة سابقة: غادر صلى الله عليه وسلم الأرض إلى الرفيق الأعلى بعد 9 ليال من آخر آية نزلت على قلبه، وبالتالي لم يكن بين آخر آية ومغادرته صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى إلا 9 ليالي، لم تكن كافية لكي يفكر الصحب الكرام في أن يجمعوا القرآن في مصحف واحد. وعليه لما نزل القرآن منجما مفرقا حسب
الأحداث حسب المناسبات لم يكن ثمة داع إلى جمعه في مصحف واحد. أمر آخر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما وصفهم القرآن كانوا أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأمي في الغالب يعتمد على ذاكرته، وقد سجلت لنا ذاكرة العرب رؤوسهم سجلت لنا كل شيء، بل عرف في العرب من كان يحفظ القصيدة ذات 100 وأكثر من 100 بيت لأنه سمعها مرة واحدة، لأن صفاء البيئة وبساطة المعيشة وأميتهم كانت تجعلهم يستنفذون كل الطاقة على ذاكرتهم، فكانوا حفاظا إلى درجة بعيدة جدا، ولأجل هذا لم يحتاجوا إلى أن يجمعوه ما دام مجموعا في رؤوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الأسباب وغيرها لم تدفع أحدا من الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم للتفكير في أن يجمع المصحف أو القرآن الكريم في كتاب واحد، وإنما ظل متناظرا في الصدور وفي السطور. في السطور حسب ما كتب، العظام وجلد النخل والرقاع والقماش وغيره محفوظ في الجلد، وأيضا في صدور الصحابة رضي الله عنهم، بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال ابن عباس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لعلنا أجبنا عن السؤال لماذا لم يجمع القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد، وظل لأنه ظل يتنزل حسب المناسبات، ولو جمع في كتاب واحد فرضا ثم جاءت آيات. وقد يدفعني هذا للإجابة عن سؤال لعلي لم أوضحه في حلقة سابقة، وهو كيف كان يوحي ويخبر ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتعامل مع الآيات التي تنزل. أغلب الصحابة يقولون أغلب القرآن كان ينزل في غالبه 5 آيات 5 آيات، قليلا ما نجد سورة كاملة كسورة الأنعام نزلت في ليلة واحدة أو سور أخرى، ولكن في الغالب العام 5 آيات 5 آيات. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظه 5 5 لأنه هكذا نزل 5 آيات ثم 5 آيات. كانت تنزل عليه 5 10 أقل أكثر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الصف الأول من كتاب الوحي اكتبوها كما أنزلت، يقرأها عليهم يكتبونها ثم تدون وتوضع في مكان في بيته صلى الله عليه وسلم حجرة بحجرة، حتى إذا نزلت بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو 6 أشهر آيات أخرى لا علاقة بالآيات التي نزلت اليوم، فيقول اكتبوها وضعوها إلى جنب الآيات كذا. مثلا لم تنزل في البداية سورة الفاتحة، وبعد مدة نزلت مقدمة سورة البقرة، ومن بعد نزلت الثمن الثالث، لا 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 لا، وإنما مرة اقرأ 5 آيات ومن بعدها يا أيها المدثر حسب الأحداث قم فأنذر، ثم ينقطع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول المشركون لقد قلاه ربه وودعه. شفتوا قال النبي ربي يحالي هذا المدة لم ينزل عليه، فتأتي الآية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ردا على هذه الشبهات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكتبوها وأن يضعوها في مكان، حتى إذا كتبوا غير ضعوها حتى اكتمل المصحف في شكل طويل عريض موجود في بعض الآلات والوسائل المكتوبة، ظل في بيته صلى الله عليه وسلم. وفي الجانب الآخر ظل محفوظا في رؤوس الصحابة. لما يقول مثلا مقدمة سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون إلى أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، انتهى. بعدها نزلت آية أخرى. لما جاءت تتمة هذه السورة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم من حفظها فليضمها إلى الآية. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم بمثابة البالي أو البناء. هذه انقلعوا هذه، ديروا هذه، ضعوا هذه، نقصوا هذه، زيدوا هذه، حتى اكتمل القرآن الكريم في صدور الصحابة رضي الله عنهم وفي الصدور المحفوظة في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا على السؤال الأول. السؤال الثاني لماذا لم ينزل القرآن؟ من علم أيها الأحباب أن الكتب السابقة الإنجيل والتوراة بل وأكثر من ذلك الصحف وغيرها، كما يقول ابن القيم في كلام رائع وقيم لقد نزل من قبل الله تعالى 104 كتب. هذا الآثار، لأن ربي سبحانه قال منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، وقرونا بين ذلك كثيرا لا نعلمها يعلمها إلا الله عز وجل. إذا يقول نزل من بين هذه الكتب
قبل الله 104 كتب. ما نزل وتناثر في هذه 104 كتب جمع الله عز وجل معانيه وأحكامه في 4، هي التوراة والصحف والإنجيل والقرآن. ما تناثر في الكتب الثلاث جمع في القرآن الكريم. وأم القرآن الكريم التي ضمت كل ما تنزل هي فاتحة الكتاب. قال ومفتاح فاتحة الكتاب هي الفاتحة، هي إياك نعبد وإياك نستعين. كأن الله عز وجل يعصرنا حتى خلانا أن أساس حياتنا أننا نعبد الله عز وجل وأننا نستعين في عبادتنا له به سبحانه وتعالى. إذا لماذا لم ينزل القرآن؟ بالمناسبة موسى عليه السلام كما سيمر معنا في ليلة من الليالي في سورة الأعراف، لما جاء الوحي جاء الموعد جاء القدر لكي يوحي إليه الله عز وجل بالأحكام الخاصة ببني إسرائيل، نزلت جملة واحدة بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه. نزل في الألواح، ولذلك هو جاي مصحف إذا صحت العبارة، ألواح كثيرة فيها أحكام خاصة من ألفها إلى ياء الأسلوب. فلما رأى أن بني إسرائيل متفرقين وحدين يعبدوا العجل ألقى الألواح، معناها ألقى مصحف رماه. رغم هذا لم يعاتبه الله عز وجل. لماذا؟ لسابقته لجهاده العظيم في وجه هذا الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى. ولذلك يعفى في ديننا، يعفى لمن له سابقة في الإسلام وجهاد وتضحية قديمة، يعفى له ما لا يعفى غيره، يعني يغض الطرف عن بعض سيئاته. لذلك يقول الحافظ الذهبي وهو من علماء المسلمين الجهابذة في كتابه الشهير اسمه تذكرة الحفاظ في شأن سيرة ابن تيمية، يقول لقد انفرد ابن تيمية بفتاوى خالف فيها الجمهور نيل من عرضه لأجلها. وحدثت خرج على الجمهور لأجلها نال من عرضه. قال هي مغمورة في بحر علمه يغفرها الله له لأنه سابق عنه علم جهاد وتضحية وتعليم. فلذلك موسى عليه السلام نزلت عليه التوراة جملة واحدة وكذلك عيسى. أما القرآن الكريم فنزل خلال 23 منجما على شكل نجوم حسب المناسبة. لماذا؟ تعجبون أيها الأحباب إذا قلت لكم هذا السؤال: لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر قراءة يا محمد صلى الله عليه وسلم من الفاتحة إلى الناس اقرأوا على الناس في يوم ولا في يومين ولا في أسبوع ولا أسبوعين ونطبقه؟ لا، هذا السؤال نفسه لم نطرحه نحن ولا العلماء، وإنما طرحته قريش، لأنها كانت عندهم علم بالكتب السابقة. قالوا لولا نزل هذا القرآن عليه جملة واحدة. ليش رب تعالى كل مرة تنزل لنا سورة نزلها جملة واحدة؟ ربي قال كذلك لنثبت به فؤادك. وبالتالي من بين الحكم المخبوءة تحت تنزيل القرآن ربي بقى يثبت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو نزلنا القرآن كامل هكذا وبعدها يجيبوا له شبهة أخرى أو اتهام آخر من قريش وزعاء فبما يواسيه. فلذلك كان القرآن ينزل لما يشتد عليه الأذى، مثلا طردوه أخرجوه من مكة وهو ماشي صلى الله عليه وسلم من مكة مغادرا والدموع تنحدر على وجنتيه الشريفتين باتجاه مكة المدينة، يلتفت يقول والله يا مكة لأنت أحب أرض الله إلى الله ولأنت أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوا منك ما خرجت. هذه العبارة حينما نقرأها نستشف كأننا نرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغادر الموطن الذي ولد فيه ونشأ فيه وترعرع فيه وفي آباء وأجداد وفيه سيرته وفيه يغادره مكرها باسمه إخراج، كما أخرجك مش خروج طوعي. في هذه المرحلة لا يجد النبي عليه الصلاة والسلام من يخفف عليه هذا الألم إلا القرآن. حين تنزل عليه سورة القصص طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون إلى أن يخبره بلي ماكش انت الأول. خرج أخوك موسى عليه السلام أيضا ومكث مدة طويلة وهو فار كما أنت. وفي آخر سورة القصص ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي الآن باتجاه المدينة وجبريل يقرأ عليه سورة القصص يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربي راح كيف فرض عليك القرآن وراح يخفف عليك يردنا. وبعد 8 سنين عاد إلى مكة فاتحا كما عاد موسى عليه السلام بعد 8 أو 10 سنين إلى مصر. فالقرآن كان ينزل حسب المناسبات لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. مرات يقولوا له كلام يؤذيه صلى
قصة أخيه يوسف اللي تدل بلي رفعة ثم نزول ثم سنة الله في الحياة. كان معززا لدى أبيه يعقوب، ثم دارت الأيام فصار في الجب، ثم أخرجه الله عز وجل من الجب إلى بيت أو قصر العزيز، ثم من القصر إلى السجن. كأن الله يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي الدنيا، مرة فوق ومرة تحت، مرة الدهر يومان ذا أمن ولا خطر، والعيش عيشان ذا صفو ولا كدر. لما انهزم المسلمون كما قلت البارحة وليس الإسلام في غزوة أحد تنزل، لما وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم عقب غزوة بدر، لو أن القرآن نزل جملة واحدة كيفاش يحل الخلاف؟ خلاف من هو أولى بالأنفال بالغنائم. اللي حرصوا النبي يقول احنا ندكفر، اللي كانوا يجاهدوا يقولوا احنا ندكفر، اللي كانوا في المدينة ولم يسمعوا يقولوا احنا ندكفر. فيأتي القرآن يسألونك عن الأنفال يعني الغنائم تتقسموا، قولوا ماشي لكم، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. واذكروا بعد 40 آية واعلموا أن ما علمتم من شيء. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت سورة الأنفال فينا معاشر أصحاب رسول الله لما ساءت أخلاقنا واختلفنا في النفي. فكانوا عايشين القرآن، وبالتالي لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ أولا لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يجب ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقولوا الكلمة احنا غادي نردوا عليهم، فاطمئن عندك محامي من الطراز العالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربي قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل على ما نثبت به. الإنسان يا جماعة بشر ضعيف، اليوم في حال وغدا بل بعد ساعة يكون في حال. لذلك هذا القلب يحتاج إلى تثبيت، والمثبت من ثبته الله عز وجل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من بين الحكم اللي ربي دارها في عدم نزول القرآن الكريم جملة واحدة ليبين الإعجاز بأن هذا القرآن معجز في لفظه، تحدى الله عز وجل به العرب وغير العرب. يا أهل الفصاحة، يا أساطين البلاغة، يا لو أن الوقت يسمح نقول لإخواني وحدة النتف من أحاديث القول السبحاني، لكن ضروري جدا يقول واحد كما حسان في الجاهلية قبل الإسلام في سوق عكاظ. سوق عكاظ هذا ملتقى دولي لا يحضره أي إنسان، يحضره أصحاب السنة الطوال يعني الخطباء والشعراء في ميدان المدح. فبغى يمدح القوم بتاعه، قال لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى ولدنا بني العنقاء وابني مكرم فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابن ما. قالوا احنا تاع كرمة واحنا تاع سيف وتاع شجاع، لنا الجفنات نقصى. فقالت المرأة وليس رجل اللي هي الخنساء هذه قبل أن تسلم وقبل أن يسلم، قالت له على رسلك يا حسان حبس، أردت أن تمدح قومك فذممته في 8 مواضع من البيتين. هذا اسمه النقد من طراز عالي. قالوا انت لنا الجفنات، والجفنات جمع قلة يعني هتكون 9 أو أقل، لكن لو قلت لنا الجفان لكان أبلغ. وقلت لنا الجفنات الغر، والغرة هي البياض في أعلى الجبهة، ولو قلت البيض لكان أكرم. وقلت لنا الجفنات الغر هي المعنى، واللمعان هو ظهور النور وخفيانه أو اختفاءه. ولو قلت يشرقنا لكان أبلغ لأن الشروق يدور. وزادت قصة طويلة عن كل حال إلى أن تقول وقلت وأسيافنا، ولو قلت سيوفنا لكان أبلغ. وقلت يقطرنا، ولو قلت يجرينا لكان أشجع. وفي الأخير افتخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدوك فطأطأ الرجل. هؤلاء اللي كانت عندهم وحدة غير تقول كلمة يجي القرآن يقول لهم جيئوا ائتوا بسورة من مثله، ومن بعد يقول لهم ائتوا بقرآن مثله، ومن بعد يقول لهم ائتوا ب10 آيات من مثله. وفي الأخير جاء التحدي المبهم يقول واعلم يعني الآية المعروفة لم تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، يعني مستحيل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض. لذلك كان ينزل خطر الأخطاء يتحدث هاي لغتكم هي جيبوا كما هي. ولذلك معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أيضا من بين الأسباب التي جعلت القرآن ينزل متحديا عفوا منجما، لأنه كان يساير الأحداث كلما تصرح حادثة أو يجيب على التساؤلات. مرات يقول له يا رسول الله ما حكم
المرأة في حالة الحيض وش نديروا؟ نهجروها، نبيعوها، نطلقوها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. واحد المرات يجي يسألوا على مسألة تاع الميراث فيسألونك عنه، ولذلك كلما وجدت في القرآن يسألونك، أي الصحابة رضي الله عنهم يسألونك ماذا ينفقون، أولي العفو يسألون، هذه يسألونك كان القرآن يجيب عنها حسب الأسئلة وحسب الأحداث. وفي الأخير لماذا نزل القرآن منجما؟ ليبين للعرب ولغير العرب أن مصدر هذا القرآن هو السماء وليس الأرض. لو كان من تلقاء ومن إنشاء ومن تأليف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاء به جملة واحدة، يدين المطبعة قال لكم يسمع أصدرت كتابا فيه نبأ ما قبلكم وحكم. لكن لأن القرآن مصدره السماء وليس الأرض كان يأتي من حين لآخر في بعض الأحيان بما يخالف هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتهادته. هذا القصة والأخير النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه قم فأنذر يا أيها المزمل قم إليك وبدأ يمشي، قالت له خديجة رضي الله عنها يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا قسطا من الراحة؟ أنا شفتك تعبت بزاف. التفت لها رضي الله عنها وأرضاها أمنا قال يا خديجة لقد انقضى وقت الراحة. خدمة الجن يدعو في ذيك اللحظة، هو يدعو قريش زعماء رغبة من أن يسلموا. يجيه رجل أعمى رضي الله عنه الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، أين رسول الله؟ قال لا. يجي يقول نعم، إيش ما خصك حاجة؟ يقول يا رسول الله أنا مشتاق بسمع شوية قرآن، هل لا قرأت علي شيئا من القرآن يعني حتى تنعش به روحي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال في هذا الوقت، يعني كنت في وقت خطافة أنا للمشاهد دعوة أبو السير وأقولها وهذول كانوا يدخلوا في الإسلام راح يكون هذا اجتهاد ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا في هذه اللحظة ينزل القرآن يبين باللي ماشي القرآن منك ولكن يستمع عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وشوف القرآن الكريم ما قالوش عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، هذا اسمه عتاب لطيف، في بعض الأحيان عتاب عنيف. عتاب لطيف هو يتكلم من باب إياك أعني واسمعي يا جار، يعني كان يتكلم على وقت آخر. عبس هو وتولى أن جاءه الأعمى. مين يفهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المقصود؟ أعرف الوجه كيف وما يدريك، وكان المفروض وما يدريه هو هذا السيد اللي نهضر عليه. عبس وتولى أن جاء السياق في اللغة يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريه لعله يذهب، لا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهمت من انت هنا وما يدري لعله ذاك الانتقال بدون حرج لأنه اسم القرآن. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر أو إلى آخر سورة عبسة. من يومها كان صلى الله عليه وسلم كلما لقي في طريقه عبد الله بن مكتوم يروح يقول له مرحبا بالذي عاتبني في ربي. أدب منه صلى الله عليه وسلم عالي، وتربية منه صلى الله عليه وسلم فقط كل خيال، لكن هذا كله مصدره القرآن الكريم. إذا أجبنا أيها الأحباب عن السؤالين الاعتراضيين: لماذا لم يجمع القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد يستفاد منه؟ ثم لماذا نزل القرآن منجما ولم ينزل كسائر الكتب الأخرى؟ قبل أن أغادر هذا المكان ونمهد لحلقة الغد في قصة القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى نزوله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت بعد ذلك لهذا القرآن الذي نتحدث على قصته أو عن قصته مفاجأة. ما هي المفاجأة التي وقعت والتي غيرت مسيرته ونقلته من مرحلة السماء إلى مرحلة الأرض إلى مرحلة أخرى؟ مفاجأة القرآن ماذا ترتب عنها؟ كلها إن شاء الله سنجيب عن هذه الأسئلة وغيرها في اللقاءات القادمة. وغدا بحول الله تعالى حتى نستكمل الصورة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يبصرنا بديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله العظيم أيضا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وهاديا لنا في طريقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ومع دعوة الحسن حضر الله إن شاء الله.